الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والسرور داخل مصر وخارج مصر على حبايبي ومتابعيني اللي شرفوني في قناتي واللي لسه كمان هيشرفوني. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو دايما بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب، تنزلوا تفعلوا الجرس للكل عشان كل ما انزل حاجه جديده يوصلكم بها اشعار جديد على خير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض وجبه حلوه جدا جدا ومغذيه وسهله وبسيطه. هنعمل كفته البتنجان بطريقه رهيبه وطعمها هيطلع روعه. يلا بينا نقول مكوناتنا على بركه الله. عندي هنا كميه البتنجان اللي انا بشرتها بالشكل ده، هقول لحضراتكم ازاي انا هعمله. بشرت البتنجان وحطيته في ميه وملح بالشكل ده. عندي بطاطس مبشوره وحطيتها في ميه عشان ما تسمرش يعني. عندي طماطم هنا متقطعه، كزبره على شبت على بقدونس، فلفل اخضر وممكن تزودي الوان كمان، جزر مبشور، 3 حبات من البيض، هاخد معلقه من النشا، 5 معالق كبار من الدقيق، عندي هنا معلقه من البيكنج باودر، وعندي توابل مشكله، سنه صغيره من الشطه اختياري، وملح وبابريكا. دي كل التوابل. تعالى اقول لكم انا هعمل البتنجان ازاي وهمشي على نفس الخطوات دي وانتوا تكملوا. هنقطع البتنجان وهنقشره تقشير كامل عشان نعرف نبشره. طريقه سهله جدا جدا، بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. جهزته وحطيته في الملح. ليه حطيناه في الملح؟ عشان ما ياخدش معانا زيت كتير. تمام كده تمام. والبطاطس بشرناها بشر عادي جدا. بس كل اللي احنا هنعمله ان احنا نجيب المبشره بالعين الكبيره دي وهنبشر البتنجان بس. ده كل الموضوع. والبطاطس هنعمل فيها نفس الكلام والجزر. طريقه سهله جدا وبسيطه. تمام كده تمام. طبعا بعد ما هتخلصيه هتروحي حطاه في ميه وملح زي ما قلت لك، وبعد كده هنصفيه زي ما احنا هنعمل دلوقتي كده. بصوا بقى، احنا هنصفي خالص كده البتنجان من الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كنت حطيته من غير الميه كان لونه هيسمر خالص، كان هيبقى شكله مش حلو. بكده احنا صفينا البتنجان وصفينا البطاطس بالشكل ده. هنضيف بقى كل المكونات بتاعتنا. عندنا هنا فصين توم، معلش انا ما قلتهمش في المكونات. هنحط فصين التوم، ولو انت مش حابه ما تحطهمش. هننزل هنا بكل الخضره، الجزر كمان، الفلفل. انا هجهز حاجه اكبر من كده عشان اعرف اقلب كل المكونات دي ببعضيها. حطينا كل المكونات في طبق واسع بالشكل ده عشان نعرف نقلبها ونعرف نحط باقي المكونات معاها. هننزل هنا بالبيض. بسم الله. ننزل بمعلقه البيكنج باودر والبابريكا والتوابل كلها بالشكل ده. هنحط كمان رشه من النشا بالشكل ده. ننزل بالدقيق، لو احتاج مننا هنحط، لو ما احتاجش خلاص. نقلبهم كويس في بعض. كمان عندنا هنا هنحط بس رشتين خفاف كده من الزيت، هنقلب بيهم المكونات. كده احنا هنحتاج شويه دقيق كمان عشان كل حاجه بقى عملتها قدامكم. هلمهم في بعض كويس جدا جدا ونرجع نكمل الفيديو مع بعض. بكده كل اخواتي وحبايبي رجعت لكم بعد ما قلبت المكونات كلها ببعضيها، وانا اضفت 5 معالق دقيق تاني. يعني انت الدقيق ده متاح عندك ان انت تضيفيه لغايه ما تشوفي القوام بتاع المكونات بتاعتك هيبقى عامل ازاي. مش شرط شويه اللي احنا حطيناهم مع بعض. يعني انا اضفت 5 معالق كبار دقيق تاني عشان اوصل للقوام ده.
عشان يبقى ماسك معايا بالشكل ده. طبعا ممكن تعمليها دواير، ممكن تعمليها اي حاجه زي ما انت عايزه كده. بصوا سهله اهو، سهله جدا جدا. هحط بس مسح زيت على ايدي، هعملها صوابع بالشكل ده. زي ما قلت لكم ضيفي لغايه المكونات ما تمسك معاكي كده بالشكل ده اهو. هحط حبه الزيت عشان بس ما تلزقش في ايدي وتمشي معايا سهله، واخد بالمعلقه كده واشكل زي ما انا عايزه. جربوها هتعجبكم كتير، طعمها حلو واقتصاديه ومغذيه، وبتقطع معاكي كميه حلوه. شفت المكونات اللي معانا هتقطع معاكي كميه بسم الله ما شاء الله حلوه جدا جدا. هكور كل الكميه بالشكل ده عشان نرجع نكمل الفيديو مع بعض. كل اخواتي وحبايبي اللي وصل معايا لحد هنا من الفيديو ما ينسانيش بلايك للفيديو، وشرفني دايما بالاشتراك في القناه. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. كل اخواتي رفعنا الطاسه اللي احنا هنقلي فيها، هنحط فيها حته صغيره من النشا عشان ما تاخدش معانا زيت. تمام تمام. عايزه اقول حاجه للامانه، عشان لما نيجي نعمل حاجه نبقى قايلين كل حاجه عن الوصفه او عن الطريقه، عشان تدعونا ما حدش يدعي علينا او يذكرنا مش بالخير. طيب انا هنا لما جيت صبعت 3 كده وما رضيتش اكمل. ليه؟ لما اجي اسحبها من هنا هتفك مني. بصي مش هعرف امسكها. طب انا هعمل ايه للمشكله دي؟ المشكله ان انا هقلع على طول. انا لو جيت حطيتها هنا مش هعرف اسحبها. تمام كده تمام. وبرده في حاجه تانية زي ما قلت لك، كميه الدقيق هتعمليها على حسب ما تمسك معاكي، عشان ابقى قايله لك على كل حاجه زي ما قلت لحضراتكم. ابقى كده قلت على كل حاجه عشان الوصفه للامانه تبقى مظبوطه. انا هصبع واحط على طول. شايفين لما صبعت وحطيت على طول طالعه بسم الله ما شاء الله حلوه، ومش بتفك معايا لما اجي اسحبها. تمام كده تمام. كل اخواتي وحبايبي اهو، سهله جدا وبسيطه. ولما تيجي تعمليها اعمليها واشتغلي فيها على طول، ما تصبعهاش وتسيبيها كده، هتبقى سهله عليكي وتشتغل معاكي حلو. الريحه بسم الله ما شاء الله ريحتها روعه. جربوها الصراحه هتعجبكم الاكله دي كتير. كمان زي ما قلت لك اقتصاديه ومغذيه كمان. شفت كل المكونات اللي احنا حطيناها جميله جدا. وكمان لو عايزه تزودي بيض تاني زودي، بس ال3 بيضات على المكونات دول ممتازين. بس هنسيبهم كده لما يتحمر الجنب الاولاني وبعدين نقلبها، ما نقلبهاش دلوقتي. شايفين كل اخواتي وحبايبي بصوا حمرت بسرعه ومش بتاخد زيت وخفيفه وطعمها رهيب. رشه النشا في الزيت هتخلي لك الزيت نظيف، مش هتاخد معاك اي زيت في اي مقليات. جربتها معاكم قبل كده كتير. بصي بتحمر بسرعه ومش بتشرب اي زيت وطالعه ايه بسم الله ما شاء الله مقرمشه. بصوا الجمال، شايفين الجمال اهو، مقرمشه وطالعه متحمره فوق وتحت ومش شاربه اي زيت نهائي. بصوا يلا نكمل الباقي مع بعض. بسم الله. تعملي صوابع صغيره تعملي صوابع كبيره ده براحتك، تعمليها كمان زي البرجر براحتك برضو، هتبقى حلوه معاكي. وممكن تديها لاولادك في اللانش بوكس. حكايه سهله جدا ومكوناتها سهله يعني ما فيهاش صعوبه. يلا كل اخواتي هكمل باقي القليه بالشكل ده ونيجي نقدم كفته البتنجان مع بعض. كده خلصنا كفتة البتنجان بتاعتنا بالخضار والبطاطس. يا سلام مش عارفة اقول ايه الصراحة. انا مش هقول اي حاجة على جمالها وطعامتها وحلاوتها، ودي كمان مش كل الكمية الصراحة، احنا اخدنا منها تاني مش هندوق يعني. طعمها حلو جدا جدا وشكلها الصراحة منتهى الشياكة ومغذية. جربوها، انا مش هتكلم كتير عن جمالها الصراحة يعني. جربوها تعجبكم كتير وتقولوا لي بقى ايه رأيكم. وعملنا جنبها شوية طحينة بالشكل ده، وتعملي اللي انت حباه طبعا.
وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. شايفين جماله وطعمته روعة، عايزاكم تجربوه من جماله وحسه والريحة. أقسم بالله سهلة والزيت وحلو جدا جدا. شايفين الجمال؟ بصوا شايفين طعمته؟ الله على الجمال، الله على الجمال والريحة، وحلو جدا جدا. وعملنا جنبه طحينة كده، طبعا ده اختياري. يلا بقى نجربه ونشوف جماله وحلاوته. بصوا، حط شوية بقى خضرة كده حلوين. يا سلام على الجمال. قولوا له ايه رأيكم بقى. لو عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقة، لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الكل عشان كل ما انزل حاجة جديدة يوصلكم بها اشعار جديد على خير ان شاء الله. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل في فيديو جديد على خير ان شاء الله.